ساعات التغييرات اللي احنا مش عاوزينها تحصل هي بتكون من اهم التغييرات اللي لازم نمر بيها علشان نتعلم. كبرنا وفهمنا ان في حاجات احنا محتاجينها، وان في حاجات احنا محتاجين اننا نسيبها ورانا ونمشي، وان ساعات البعد بيكون اول خطوة للامام علشان تكتشفي انك قوية وقد المسؤولية وقد النجاح. لازم نفهم اننا مجرد بني ادمين بنمر بتجربة الحياة، وطول ما احنا عايشين هنمر بكل المشاعر اللي اتخلقنا بيها: حزن وفرح، ظلم ونصر، صعوبات وفرج. ومن أعظم الدروس في الحياة لما نفهم إن مش كل الناس بتتغير. في ناس بتحب تفضل على حالها، دي رحلتهم ومقتنعين بيها، مش دورنا خالص إننا نشيلهم باقي الطريق ونحمل نفسنا فوق طاقتنا. اللي عاوز يغير حياته بيسعى لده من نفسه. يا مساء الورد والفل والياسمين على عيونكم الحلوين، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. معاكم صافي من قناة سندريلا هوم، واهلا وسهلا بيكم. النهارده يوم جديد وفيديو جديد من حول العالم، وهنروح مع بعض لايران. هنشوف عروسة ايرانية وروتينها من اول يوم فرحها لحد ما تتجوز وتخلف كمان. هنشوف تقديمات العرايس الحلوة، وهنشوف بيتها ووقت فرشها وتجهيزها لبيت الزوجية. كمان هنعرف شوية عن الثقافة الإيرانية والعادات والتقاليد الموجودة عندهم. استعدوا معايا وجهزوا نفسكم، ويلا بينا نزور بيت إيراني مع بعض، وهنتظر رأيكم في التعليقات. بس قبل ما نبدأ الفيديو تعالوا نرحب بكل متابعينا وحبايبنا. كاتي حبيبتي من المغرب، أهلا وسهلا بيكي. علي الكرادي من العراق، منورنا. بان إبراهيم من العراق، على راسي يا ست الكل. مها إبراهيم من مصر، حبيبتي وبنت بلدي. ورجاء من العراق، على راسنا. وإس إن اتش من العراق، أهلا وسهلا بيكم. انت كمان اكتبي لي كومنت علشان اطلع ارحب بيكي في الفيديو الجاي. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاع النهاردة ونشوف العروسة الجميلة دي وتقديماتها وتحضيراتها اللي هتفيدكم جدا، وهتفيد كمان العرايس بشكل خاص. ان احنا في موسم افراح، ففي عرايس كتيرة بتحتاج الافكار دي في التقديم، وان هي تبدأ حياتها بحاجة مميزة وبتقديمات مميزة. فالفيديو ده فيه افكار كتيرة قوي حلوة، ان شاء الله تعجبكم. تعال نشوف طريقة تحضيرها كده للأكل هي وزوجها. ما شاء الله عليها، طريقة شيك جدا، حتى لو في المطبخ على ترابيزة المطبخ كده، بس الطريقة شيك ورقيقة. عايزة أقولك إن الفرق بين الحاجة الحلوة والوحشة تكة صغيرة. يعني انتي مثلا ممكن تعملي كل حاجة تمام وتيجي على حاجة واحدة بس ما تعمليهاش، فهتلاقي ان الشكل في الاخر مش احسن حاجة. هديكي اكزامبل كده: لو انتي مثلا مسحتي غرفة الانتريه وغسلتي السجادة ومسحتي الحوائط ولمعتي كل حاجة، بس جيتي وقت الفرش مش رتبتي الكوشنز كويس على الانتريه وسبتيها مرمية كده، مش رصيتي مثلا الترابيزة الديكورات بتاعتها بشكل مظبوط، سايبة الطابلوهات مثلا مش متعلقة كويس، ستارة مش مفرودة كويس، هنا دي التكة اللي انا اقصدها. ان اخر حاجة في كل حاجة هي اللي بتحدد ان كانت النتيجة حلوة ولا لا. فاهتمي بالنهايات بتاعة كل شيء. بتعملي اكل، اهتمي بطريقة تقديمه. لو بتنضفي اهتمي باخر فقرة في الترتيب. ممكن تاخدي شاور وما تسرحيش شعرك مثلا، فكده ولا اكنك نضفتي. اللي هو اخر فقرة دايما بيبقى فيها اللمسة الاخيرة اللي بتدي الانطباع الحاجة دي مظبوطة ولا مش مظبوطة. شوفوا كمان دي الترتيبات بتاعتها في التقديمات. بصوا الشمعدان ده والصينية اللي فيها المراية دي، ده بيبقى من طقوس الزواج اصلا عند الايرانيين، ان حياتهم بقى بتبقى صافية وجميلة. لازم الشمعدان ده يجي في الجهاز بتاع العروسة، وبيبقى كمان موجود في القاعة بتاعة الفرح. مرة نزلت فيديو لسيدة ايرانية، في سيدات كتير انتقدت الحجاب. ناس كتير بيقولوا ان ده مش حجاب، يعني مش عارفين هما محجبين ولا لا. فتعالوا احكي لكم قصة الحجاب دي، لان هو له حكاية كبيرة قوي في ايران، فانا عايزة اعرفها لكم من ضمن الموجود في ايران، او من ضمن العادات الموجودة في الدولة الايرانية. سنة 1979 حصلت ثورة اسلامية في ايران. من الوقت ده اصبحت ايران جمهورية اسلامية، ومن وقتها تم فرض الحجاب الزامي على سيدات ايران. القانون عندهم بيلزم النساء ان هم بيغطوا شعرهم، واللي بتخالف القانون ده بتتعاقب بغرامات وبتوصل احيانا للاعتقال.
وفي هناك شرطة اسمها شرطة الأخلاق أو شرطة الآداب. الشرطة دي بتلف في الشوارع طول الوقت وبيعملوا تفتيش على السيدات اللي هم ماشيين في الشارع. ليهم صلاحيات ان هم يفحصوا كل اللبس بتاع السيدات من اول الحجاب طويل ولا قصير ضيق ولا واسع. بيبقى لهم سلطة ان هم يعملوا كده ولهم الأحقية ان هم يعملوا كده على حسب القانون الإيراني، واللي بيلاقوها مخالفة للقانون اللي هم حاطينه او الدستور بتاع القانون بتاعهم بيوصل ان هم ساعات بيغرموها مبلغ من المال او بيعتقلوها لو وصل الامر للاعتقال، او لو هي راكبة عربية بيسحبوا منها عربيتها. في كاميرات بتصور، بيجيلها الاول رسالة على التليفون بتاعها ان هي اتصورت وهي مش لابسة الطرحة، فبيجيلها انذار الاول. لو اتكرر الموضوع بيتسحب منها عربيتها. ممنوع السيدات يروحوا العمل من غير الزي الإسلامي اللي هو الحجاب، أو الجامعة أو المناسبات يحضروها من غير ما يغطوا الشعر. طبعا بقالهم 40 سنة في الموال ده، وفي احتجاجات نسائية كتيرة جدا وصلت ان في فتاة كانت عاملة احتجاج واعتقلت وتوفت اثناء اعتقالها من التعذيب اللي شافته. من وقتها طبعا السيدات خرجوا حرقوا الحجاب وعملوا وقفات احتجاجية كتير، ولكن الدولة ثابتة على موقفها ومش بتتراجع ابدا في النقطة دي. وده سبب ان سيدات ايران دائما بيبقوا حاطين حاجة على شعرهم كده. طبعا هو لا يمت بصلة الحجاب اللي احنا عارفينه، هو مجرد خوف من العقاب القانوني اللي موجود. القانون ده بيطبق على البنت من اول سن 7 سنين. ودي كانت قصة الحجاب علشان التساؤلات الكتير قوي على الموضوع ده، وليه السيدات ايران بيلبسوا الحجاب بالشكل ده، وهل هم محجبات ولا لأ. حبيت اوضح ليكم المعلومات دي علشان لو صادفكوا اي فيديو الايرانية تبقوا فاهمين النقطة دي بالنسبة لهم. حابة اعرف رأيكم، هل انتوا مع رأي سيدات ايران ان ده قمع لحرياتهم وان ابسط حق من حقوقهم ان هم يلبسوا اللي هم عاوزينه، ولا مع الحكومة الايرانية ان هم يلزموا الزي الاسلامي على السيدات في الشوارع؟ عايزة اعرف رأيكم برضو من باب الدردشة كده. وقوليلي انتي منين وبتتابعينا منين، وايه النظام عندكم؟ هل في الزام بالحجاب في الدولة عندكم ولا في حرية انك تلبسي اللي انتي عاوزاه؟ تعالوا هنا نشوف. دي حفلة الجنس المولود، طبعا طلع البيبي بنت. ربنا يرزق يا رب كل مشتاق وكل اللي نفسها في طفل، يا رب ربنا يرزقها طفل صحيح معافي ويفرح قلبها ويقر عينها بيه ان شاء الله. السجاد الإيراني غني عن التعريف. السجاد الإيراني أو الفارسي أو العجمي هو من أهم الفنون الإيرانية، وصناعة السجاد والنسيج جزء أساسي من الثقافة الفارسية في إيران. وتعتبر إيران أكبر مصدر للسجاد في العالم. صادرات إيران من السجاد 30% من السوق العالمي، وهي بتصدر لأكتر من 100 دولة. وأنا طبعا شفته عندنا في مصر، خطير ووقور جدا، خامته رائعة وله ناسه اللي بتحب الذوق ده. تعالوا نشوف ده روتين في المطبخ عندها وترتيبها لمطبخها وأدواتها، وكمان تنظيفها لأرفف المطبخ. زي ما احنا شايفين ناس كتير هتشوف المكان مرتب وحلو، بس هقول لكم حاجة، دايما العرايس في البداية بيبقى استعمالاتهم للحاجات بتاعتها قليلة قوي، تستعمل حاجتين على قدها هي وزوجها بس، فالحاجة بتتركن فترة طويلة ممكن تتطرب. فتلميع الحاجة أول بأول هيحافظ عليها وعلى رونقها وعلى جودتها فترة طويلة جدا. هتحس براحة نفسية إن حاجتك مش متبهدلة. بعد ما خلصت كده تلميع لأدواتها والمعالق والأدراج وكله، خرجت على أي أبواب كده على بصمات بدأت تلمعها. وكمان خرجت عند الانتريه، نظمت الكوشنز وحطت الباسكت، فضته وحطت علبة المناديل اللي لونها ذهبي دي، ماتشنج بينهم حلو جدا. كمان تعالوا هنا نشوف الكورنر ده كده للقهوة، حطت كل الفناجين اللي بتحب تشرب فيها هي وزوجها. وكمان حطت الحامل ده وتحط عليه الطقم بتاع الشاي والقهوة والسكر. شكله حلو جدا الطقم على شكل الماربل، يبقى قريب كده من الكورنر اللي هي عملته. وكمان جابت كده زرعة باللون الاخضر حطتها، حلو قوي. الزرع بيعمل طاقة ايجابية في البيت، خصوصا لو المكان داخله ضوء زي عندها في المطبخ كده، واكيد بيدخل شمس. وده الجزء اللي هي رتبته. تعالوا كمان نشوف تحضيراتها كده لعزومة أصدقائها. الأول عملت ويلكم درينك اللي هو الشاي
وبعدين هتبتدي ان هي ترص السفرة بتاعتها. حطت الاول الكوسترات وبعدين السرافيس بتاعة الغرف بعدد الضيوف، وبعدين حطت الشوربة، وبعدين هتبتدي تحط الرز والخضار واللحوم بتاعتها والسلطات. السرافيس الموجودة قدامنا دي سرافيس من تركيا. كلنا طبعا بنشوف الحاجات دي في الجروبات اللي بتبيع الادوات التركية، وبتتباع على سايتس كتير قوي. دي هاند ميد، وتقدروا ان انتوا تشتروها بكل سهولة. دلوقتي كل حاجة بقت متوفرة حوالينا بسهولة جدا، وفي سايتس كتير او بتوصل للبيت وانت مكانك. وده الشكل النهائي للسفرة والاكل بتاع العزومة بتاعها. سفرة هادية جدا ورقيقة، ولكن طريقة التقديم هي اللي تاخد العقل. كمان الادوات بتاعتها شيك جدا، السرافيس راقية قوي، عاطية فخامة كده للسفرة. تعالوا نشوف بقى المنظمات الزجاجية بتاعتها دي. هي هنا بتحط الشوكليت بتاعتها والبونبوني وجيلي كولا، كل الحاجات دي بتحطها في الجرات الزجاجية دي، بيبقى شكلها احلى ما تسيبوها في الاكياس بتاعتها. فرص الحاجات دي بيبعث كده راحة نفسية، احسن ما تلاقوا كل حاجة مش في مكانها، والحاجات دي وارد مثلا ان هي تتطرب وكده. فالمنظمات دي بتحافظ عليها وعلى طعمها جدا. شوفوا حطت كل الشوكليت بتاعتها والبونبوني بتاعها. تعالوا هنا نشوف برضو التقديمات بتاعتها. تقديماتها راقية قوي وادواتها راقية جدا جدا. تقديمات كده على الرايق، ان شاء الله تعجبكم وتاخدوا منها افكار. وكمان ادواتها حلوة قوي وشيك جدا، ممكن برضو تستفادوا من تنسيق ادواتها دي. وزي ما قلت لكم ان الحاجات دي كلها سهل جدا ان انتوا تلاقوها. ولو عايزين اي جروبات بتباعها اكتبي لي تعليق وانا هوصلك بيه جروبات وسايتس كتيرة ممكن تجيب لك الحاجات دي لحد باب البيت. حبايبي كده الفيديو بتاعنا النهارده خلص. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، واتمنى لكم مشاهدة ممتعة على الفيديو. سيبكم في رعاية الله وامنه، وباي باي.